السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي الحلوين. النهاردة إن شاء الله هنتعلم مع بعض حرف جديد، حرف الهاء. اسمه إيه يا أصحابي؟ هاء، حرف الهاء. يلا بينا يا أصحابي نتعلم مع بعض مدلولات لحرف الهاء. هاء هاتف، هاء هرم، هاء هدية، هاء هلال، هاء هدهد. يلا بينا يا أصحابي الحلوين نتعرف مع بعض على حركات الحروف. أول حركة الفتحة، هاء فتحة ها، ها. هرم، هاء كسرة هي، هلال. هاء ضمة هو، هدهد. يلا بينا يا أصحابي نتعرف على شكل حرف الهاء في الكلمة أو مواضع حرف الهاء في الكلمة. أول حاجة يا أصحابي حرف الهاء في أول الكلمة بيكون فاتح إيديه عشان يستقبل حرف بعده، في وسط الكلمة فاتح إيديه الاتنين عشان يستقبل إيه في حرف قبله وفي حرف بعده، في آخر الكلمة بيكون بالأشكال اللي قدام دي يا أصحابي. حرف الهاء في أول الكلمة يا أصحابي فاتح إيديه، في وسط الكلمة يا أصحابي زي ما احنا شايفين كده ممكن يكون متصل أو منفصل، في آخر الكلمة يا أصحابي ممكن يكون متصل أو منفصل. منفصل يعني قبليه حرف من الحروف الإيه الرافصة. يبقى احنا اتعلمنا مع بعض حرف الهاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظروني في حرف جديد، مع السلامة يا أصحابي.